العاشرة تماما بتوقيت أسمر إلى حضراتكم نشرة الأخبار مستهلة إياها بالعناوين. إصابة 3 مواطنين بفيروس كورونا. تنظيم نفير تنموي في نقفة. زعم المحتاجين في الدخالة وقدايف. ترامب يتوعد إيران إثر ظهور تقارير حول تخطيط طهران لاغتيال السفيرة الأمريكية. بروكسل تدعو جونسون لتنفيذ بريكسيت كاملاً. وإطلاق صاروخين على المنطقة الخضراء في بغداد. مرحبا بكم إلى تفاصيل النشرة. إعلان من وزارة الصحة. أظهرت الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 15 من سبتمبر في مراكز العزل بمنطقتي صنعاء وعبل بالإقليم الجنوبي إصابة 3 مواطنين بفيروس كورونا المستجد، وكان 2 من بين المصابين 3 في مركز العزل بمنطقة عبل، ومصابة واحدة في مركز العزل بمنطقة صنعاء. وقدم جميع المصابين خلال الأسابيع الماضية من إثيوبيا بطريقة غير نظامية. هذا وقد تم شفاء مصابة واحدة بفيروس كورونا بعد تلقيها الرعاية الصحية في إحدى مستشفيات الإقليم الجنوبي وتوجهت إلى منزلها. وبهذا بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في إريتريا حتى اليوم 364 إصابة، شفي منها 305، ولا يزال 59 مصاب يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 15 من سبتمبر 2020. يقوم سكان ضواحي ماريت وأبولو وبقلاو وأندلال ولابا بصيانة الطرق الترابية المؤدية من قراهم إلى مدينة نقفة. وأوضح مدير مديرية نقفة السيد يعقوب إدريس أن تواصل القرى مع بعضها يتوقف في موسم الخريف لإنجراف الطرق، وقد بدأت أعمال الصيانة منذ شهر يونيو الماضي، وتم حتى الآن صيانة 170 كيلومتر. وذكر الأهمية الكبيرة لهذه الطرق الترابية خاصة لمراجعة المرضى والحوامل، إضافة لصيانة طريق نقفة أضبحة البالغ طوله 75 كيلومتر الذي توقف عن الخدمة لفترة طويلة. وأشار إلى أن الحفائر التي شيدت بالمبادرات الشعبية قد حجزت المياه الكافية لتحل نقص المياه للإنسان والمواشي، مشيدا بمبادرات المواطنين. من جهة أخرى تم صيانة الحاجز المائي في ضاحية أقرع للري مساحة 350 هكتار، وصيانة 72 مجرى تحويلي، وإصلاح التربة من الانجراف في مساحة 16600 هكتار في ضواحي اندلال ونقفة وماريت ومعو ولابا. شهد إقليم عنسبة تقديم دعم مالي ل38 من أبناء الشهداء الطلاب الذين توجهوا إلى سوا لإكمال الصف 12 وأداء الواجب الوطني في الدفعة 34 للخدمة الوطنية. وقد قدم أكثر من 82 ألف نقفة مستخرج من عمال المؤسسات الحكومية إلى الطلاب أبناء الشهداء القادمين من 8 مديريات في مراسم جرت بمدينة كارن يوم 14 من سبتمبر. وقال سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم عنسبة السيد رزاني أدوناي في المناسبة أن الدعم المالي مواصلة لمبادرات العون المتخذة من قبل، وستتخذ مبادرات مماثلة للطلاب الذين سيبدأون التعليم العالي. وكان مبلغ 390 ألف نقفة مستخرج من الشباب العمال والتجار والمواطنين في إقليم عنسبة قد قدم لأسر الشهداء وأبناء الشهداء قبل 3 أشهر.
تلقى المحتاجون في مديرية الدخالة بالإقليم الجنوبي وغوداي في الإقليم الأوسط دعما ماليا. وقدم المحسنون من قرية دامباندا سلاسي في مديرية الدخالة 77,582 نقفة للمحتاجين والأيتام. كما قدم المحسنون من قريتي سبع وعدي بركوت 125,090 نقفة. وقدم أبناء منطقة برجما في مديرية غودايف المقيمين في كندا وأمريكا أكثر من 137 ألف نقفة ل77 محتاج في ضاحية إكسبو. مشاهدينا، نشرتنا مستمرة، لكن بعد هذا الفصل القصير ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من مقبة الشن أي هجوم على الولايات المتحدة، متوعدا بأن رد الولايات المتحدة عليها سيكون أقوى 1000 مرة، وذلك بعد تقارير إعلامية أفادت بأن طهران خططت لاغتيال سفيرة أمريكية انتقاما لمقتل الجنرال قاسم سليماني. وقال ترامب في تغريدة على تويتر إن أي هجوم من جانب إيران أيا يكن شكله ضد الولايات المتحدة سيجابه برد على إيران سيكون أقوى ب1000 مرة. وأتى رد فعل الرئيس الأمريكي إثر تقارير صحفية أفادت أن إيران وضعت مخططا لاغتيال السفيرة الأمريكية في جنوب أفريقيا لانا ماركس القريبة من ترامب، في معلومات نفتها طهران مؤكدة أنها لا أساس لها. وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن أنه سيأخذ على محمل الجد المعلومات التي تفيد أن إيران وضعت مخططا لاغتيال سفيرة أمريكية. وبلغ التوتر بين البلدين ذروته باغتيال سليماني قرب مطار بغداد في 3 يناير في قارة نفذتها طائرة أمريكية مسيرة. في تصريح عالي النبرة إلى حد ما، اتهم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاتحاد الأوروبي بالتهديد بفرض حاجز جمركي داخل أراضي المملكة المتحدة. ودافع جونسون عن مشروع القانون الذي قدمه ويمنح الحكومة إمكان التراجع عن بعض البنود الواردة في اتفاق بريكسيت. وكان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل طلب من الحكومة البريطانية تحمل مسؤوليتها بشأن إنجاح مسار العلاقة التجارية المستقبلية بين الجانبين، والذي وصل إلى طريق مسدود. وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد اتهم الاتحاد الأوروبي بالتهديد بضرب وحدة أراضي المملكة المتحدة عبر فرضه حصارا غذائيا بين بريطانيا وإيرلندا الشمالية، ليصب بذلك الزيت على النار في محادثات بريكسيت التي تشهد توترا كبيرا. أفاد مصدر أمني عراقي بسقوط صاروخي كاتيوشا على المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، مشيرا إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية. وأضاف البيان أنه تم التصدي للصاروخين بالجو من خلال منظومة سيرام الدفاعية التابعة للسفارة الأمريكية الموجودة في المنطقة الخضراء في بغداد. وأكد البيان أن لا توجد خسائر أو أضرار من جراء إطلاق الصاروخين، مشيرا على أن انطلاق الصاروخين كان من منطقة عالي الصالح في العاصمة العراقية. وقبل 4 أيام سقط صاروخ من نوع كاتيوشا بالقرب من مطار بغداد الدولي في ثاني هجوم من نوعه يستهدف المطار خلال أسبوع، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.
والخبر الأخير في هذه النشرة: في تطور مثير قد يفتح آفاقا واسعة فيما يتعلق بقضية شديدة الأهمية للإنسان. قال علماء أنهم اكتشفوا غاز يحمل اسم الفوسفين في سحب كوكب الزهرة شديدة الحمضية، مما يشير إلى احتمال وجود ميكروبات وحياة بالكوكب القريب من الأرض. ولم يكتشف الباحثون أشكالا فعلية للحياة، لكنهم لاحظوا أن الفوسفين على الأرض ينتج عن طريق البكتيريا التي تنتشر في بيئات متعطشة للأكسجين. ورصد الفريق العلمي الدولي الفوسفين لأول مرة بواسطة تلسكوب جيمس كليرك ماكسويل في هاواي، وتأكدوا من ذلك لاحقا باستخدام تلسكوب أتاكاما الضخم في تشيلي. ووجود حياة خارج كوكب الأرض إحدى القضايا العلمية الرئيسية منذ وقت طويل، واستخدام العلماء مجسات وتلسكوبات للبحث عن مؤشرات حيوية، وهي علامات غير مباشرة للحياة على الكوكب والأقمار الأخرى في نظامنا الشمسي وما ورائه. ختام النشرة، دمتم بألف خير.